بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ان شاء الله وصفه كده مميزه قوي، وهي المارشميلو. وطبعا دي وصفه بيحبها جدا كل الاطفال، وبنشتريها من بره غاليه جدا. فان شاء الله اقول لكم النهارده على الطريقه، وسهله جدا وبسيطه، وكمان مكوناتها اقتصاديه. لو اول مره بقى تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وهنبدا كده الخطوات مع بعض. معايا كوبايه ونص من السكر الحبيبات العادي، هنحطه في طاسة كده، عليهم نص كوباية مية، معلقتين كبار من عسل الجلوكوز يكونوا مليانين كده، وباكو فانيليا، وفضل نحط باكو كمان. هنحطهم بقى على النار. بعد الغليان بدقيقتين هنطفي على طول، وهنجهز بقى الجيلاتين. هنجيب ربع كوباية مية دافية ونحط عليها معلقتين كبار من الجيلاتين ونقلبهم كويس. ونجهز بقى الأطباق اللي هنصب فيها الخليط، ونحط كيس كده وندهنه بالزيت. ده الخليط اللي احنا عملناه، العسل مع الجلوكوز مع الفانيليا. بنحطه على النار، طبعا مش بياخد وقت، يا دوبك دقيقتين. وهنضيف عليه خليط الجيلاتين. هنحطهم بقى مع بعض كده ونخفقهم كويس جدا بالمضرب لحد ما القوام يتقل معانا ويكون بالشكل ده. بيكون كريمي تقيل وبيكون مطاطي كده. لو عملنا اختبار بايدينا هنحس ان هو الخليط مطاطي. هنصبه بقى في الاطباق بالشكل ده. طبعا الكيس بنكون دهنينه كويس جدا بالزيت. احنا هنحط الاطباق دي في الفريزر لمدة بالظبط ربع ساعة، اللي هو الفترة اللي احنا هنعمل فيها المقدار التاني. احنا عايزينه بس يتماسك كده عشان لما نحط المقدار التاني عليه ما يختلطش معاه. هنعمل بقى نفس الطريقة ونفس الخطوات، وهنحط بقى على المقدار ده أي لون. ممكن تقسمي برضو الخليط لكذا جزء وتحطي في كل جزء لون مختلف. احنا حطينا لون واحد، اللون الأحمر كده. الخليط الأول تماسك، هنصب بقى عليه الخليط التاني اللي هو اللي حطينا عليه اللون الأحمر. هنحطه بقى في التلاجة، مش في الفريزر، لمدة 12 ساعة لحد ما يتماسك ويبقى بالشكل ده. رشة نشا بقى كده، ونقلب فيها أقراص المارشميلو بالطريقة دي، ونغطيها من كل ناحية عشان تسهل علينا عملية التقطيع. نحاول كده نغطيها من كل الجوانب، ونعمل برضو كده في القطعة التانية. شوفوا بقى الكيس البلاستيك بيتشال بكل سهولة لأن احنا دهناه طبعا بالزيت. نبدأ بقى نقطعه بالشكل ده. شوفوا المارشميلو مطاطي جدا، وخفيف كمان. بنقطعه بقى بالشكل اللي نحبه، لو عايزاه مستطيلات طويلة كده أو صوابع أو مكعبات صغيرة. أنا حبيت أعمله مكعبات متوسطة كده، مش صغيرة ومش كبيرة. عملته قطع طولية الأول كده، وبعد كده بقطعه على شكل مكعبات صغيرة. شوفوا القوام مطاطي جدا. كل ما نقطع جزء نقلبه كويس أوي في النشا. قطعته لمكعبات صغيرة كده. وبصراحة سهل جدا في التقطيع، وسهل كمان في
يعني وإحنا بنعمله كده خطواته سهلة وبسيطة وبصراحة كمان ناجح جدًا. خلّصنا كده كل الكمية، بنقلّب بقى المارشميلو مع النشا عشان يمتص جزء كده عشان يبقى سهل وإحنا بناخد منّه، ما يكونش يعني ملتصق ببعضه. طبعًا ممكن تعمليه بكذا شكل وبكذا لون، هيبقى شكله أحلى كمان. وحطيته بقى في مصفى وحرّكته عشان برضه النشا الزيادة ينزل بالشكل ده. هنحتفظ بيه في التلاجة، نحطه في علب كده، وبين كل طبقة والتانية نحط كيس بلاستيك عشان برضه نقدر نسحب منه بكل سهولة، ونحطه نغطيه كويس جدًا طبعًا ونحطه في التلاجة. ممكن تحتفظي بيه مدة طويلة في التلاجة. بجد كانت وصفة النهاردة يعني عجبتني أوي وعجبت ولادي، وباتمنى إن هي تعجبكم انتوا كمان وتجربوها. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان إن شاء الله يوصلكم مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.